يا أمي في عيدك ببعتلك صحبة فل وأحلى ورود، علشان يا أمي لجميلك ولعطفك مش لاقية حدود. لو تاهت مني أحلامي صوتك بيناديني أعود، لو غبتي في لحظة عن عيني متهيألي مانيش موجود. يا أمي لو تاه المعنى من بينا لتهنا وضعنا، يا أمي من غيرك نشكي من غيرك فاضي يسمعنا. ده العالم يا أمي بدونك وبكل حلاوته ملوش معنى، وعينيكي السهرانة علينا لو تهنا في لحظة ترجعنا. لو دبلت مشاعرنا ونامت ونسينا نبعت تهانينا، وكأننا في البحر بنغرق والشط بتاعنا ملوش مينا. نتحسس أنفاسك يا أمي بالحب منارة بتهدينا. دقات قلبك بتوجهنا. أنا مسكتش أنا بكمل. دقات قلبك بتوجهنا وكأنها بوصلة في سفينة. أنا بهديلك كل مشاعري وكل أحاسيسي في حياتي، علشان علمتيني الحب، حب الخير مش حب لذاتي. علمتيني أضحي بنفسي وأتنازل عن مشتهياتي. لو إنسان محتاج لمعونتي كل سعادتي في تضحياتي. وأخيرا يا أمي بهديلك تهاني عرفان بجميلك، علشان علمتيني الحب اللي عاشوه لكل جيلك. وأفكر الجيل الحالي يختار أعلى مكان يشيلك، علشان مهما يدور أبدا مش هيلاقي يا أمي مثيلك، مش هيلاقي يا أمي مثيلك. اطلع يا أحمد سعيد. مرة دي معاك؟ لا قولها بس عايز اسمعها منك. كل دراسة هذا علشان يا أمي لجميلك ولعطفك مش لاقية حدود. لو تاهت من أحلامي صوتك بيناديني أعود. لو غبت في لحظة عن عيني بيتهيألي مانيش موجود. يا أمي لو تاه المعنى من بينا لتهنا وضعنا. يا أمي من غيرك نشكي من غيرك فاضي يسمعنا. ده العالم يا أمي بدونك من غيرك فاضي يسمعنا. فاضي يسمعنا. ما عندوش وقت يعني. من غيرك فاضي يسمعنا. حرك الكلام الممثل مثلك. من غيرك فاضي يسمعنا. ده العالم يا أمي بدونك وبكل حلاوته ملوش معنى، وعينيك السهرانة علينا لو تهنا في لحظة ترجعنا. افضلي تتفرجي عليها. انت سكت ليه؟ لا أنا سكت عشان الكلمة والله مش هينفع. لو دبلت اقعدي تدربي عليها. لو دبلت مشاريعنا ونامت مشاريعنا ايه؟ لو دبلت مشاعرنا ونامت ونسينا نبعت تهانينا، كأننا في البحر بنغرق والشط بتاعنا ملوش ليه. محتاج لمعونتي كل سعادتي وفي تضحياتي. وأخيرا يا أمي بهديلك تهاني عرفان بجميلك، علشان علمتيني الحب اللي عاشوه الكل في جبينك. وأفكر الجيل الحالي يختار أعلى مكان ويشيلك، علشان مهما يدور أبدا مش هيلاقي أمي مثيلك، مش هيلاقي أمي مثيلك، مش هيلاقي أمي مثيلك. حسن وحدان. يا أمي في عيدك ببعتلك صحبة فل وأحلى ورود، علشان يا أمي جميلك ولعطفك مش لاقي حدود. لو تاهت مني أحلامي صوتك بيناديني أعود. ولو غبت في لحظة عن عيني يتهيألي مفيش وجود. مانيش موجود. كل الفضائع دي هتطلع، كل ده هيطلع في الكاميرا دلوقتي. يا أمي لو تاه المعنى من بينا لا تهنا ولا ضعنا. ولو دابت مشاعرنا ونامت ونسينا نبعد. انزل يا حسن اقعد مع نعمة واكتبها. أناني أمي يا بر الأمان، أنت اللي علمتي وأنت اللي كبرتي، أنت اللي قاسيتي عشان تربيني. علمتيني أصلي لربي، علمتيني أحب الناس، علمتيني أصوم رمضان، علمتيني فعل الخير، علمتيني أصلي وأسلم على النبي طه، أقول وأتكلم، علمتيني أحب دراستي، علمتيني أذاكر وأنجح. أمي الحبيبة أجيلك ياما وأقولك وشي، تريحيني وترجعي بسمتي، وتضميني لصدرك ياما وتسقيني الحنان. ما انت يا غالية بر الأمان، ما انت يا غالية بر الأمان،
ماشي يا غالية بر الأمان أمي الحبيبة. صور السيناريو، بص السيناريو بس يا زفت. ما تشدش انت عم الحاج يا رخمة، مش هصورك مش هصورك. افرديها يا عزة، ما تعمليش كده عشان الكاميرا، بس الكاميرا بتتخط. ايه القرف اللي طلع ده؟ ارجع تاني يا حظ. اضربوا يا اسماعيل، اضربوا. عايز ايه؟ عايز ايه يا ماجد؟ تصور كويس؟ اوعى حسن. ايه؟ انا عايزك تصور دلوقتي. ده احسن حاجه الكواليس. انا قاعد اصور. تصور؟ ايوه يا احمد، عايز ايه؟ مالك فيه؟ اخيرا جه اليوم اللي احنا مستنيينه من سنه فاتت. تقصد ايه؟ النهارده في الشغل قريت خبر عن مسابقه الهلال ان هو مرشح للترشيح يلا بنحاول تقصد ايه؟ يلا ارجع للدرجه تاني. يا حسين انت فين يا حسين؟ ايوه يا احمد، عايز ايه؟ مالك هناك دوشه على الصبح؟ اخيرا جه اليوم اللي احنا مستنيينه من سنه فاتت. تقصد ايه؟ النهارده وانا في الشغل شفت المسابقه افتتاح الترشيحات للامهات اللي بيعملها جمعيه الهلال الاحمر فرع القاهره. صحيح يا احمد؟ ايوه، بس ده لسه شهر على عيد الام. ما هم لازم ياخدوا ارضهم عشان يختاروا الامهات اللي هتترشح. قلت لاخوك علي؟ لسه يا علي. ايوه يا احمد، تعالى بسرعه، في خبر مهم. خير يا جماعه؟ في ايه؟ مفاجاه، اتفتح باب الترشيح في مسابقه الامهات المثليات. تتكلم بجد؟ ايوه. بس في مشكله يا جماعه. مشكله ايه؟ وانا في الشغل لما قريت الخبر
لما قريت الخبر كانت الحته دي تاني سوري ما تخافوش الحماس لسه موجود والله الحماس لسه موجود مشكلة ايه؟ يلا مشكلة ايه؟ لما قريت الخبر كانت الساعة الترشيح بيبدأ تاني معلش سوري قريت في الخبر ان الترشيح من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 1 الظهر وفي الوقت ده ببقى انا وحسين في الشغل وانت في الجامعة. ايوه صحيح، عايزين نختار واحد فينا يروح. يا جماعه مش مهم مين فينا اللي يروح، المهم ان احنا نروح بسرعه ونروح قبل اخوان الترشيح ويقعدوا يختاروا امهاتهم، انا ما اكونش منهم. بس في حاجة مهمة يا جماعة. ايه هي؟ مش عايزين نقول ناخد خبر من الموضوع ده لانها عايزين نعملها مفاجأة. ايوه فعلا، خصوصا انها لو عرفت هترفض. ترفض ليه بس؟ وهي تستاهل التكريم ده؟ انت عارف انها شايفه اللي اتعامل معانا ده واجب عليها، واللي مفيش وقت تتكلم على واجبها. طب يلا بينا يا جماعة، اصل لازم انا قاعد دلوقتي من الشغل وممكن تسمعنا واحنا بنتكلم وكده هتضيع المفاجأة. ايوه، واللي يقدر منها يروح علشان الترشيح يروح يبلغ الباقيين. ايوه، واحنا لسه قدامنا شهر بحاله. يلا بينا يلا ماشي ادخل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك مسؤول عن الترشيح؟ ايوه يا فندم، تحت امرك. انا كنت عايز ارشح. طب كويس، لان انا كنت قاعد في باب الترشيح مع ان النهارده اول يوم لكن قاعد كتير من الترشيحات وانا كنت لسه بعمل التصفيه علشان اختار 5 امهات جوه. لا ما احنا ننزل عشان بس لا ثبتنا الكاميرا في مسائل. لا صور ولا فيديو يعني؟ فيديو كمل سجل. لا ياسر انا قلتها خلاص مش مشكله. طب احنا عارفين بعض بس حضرتك المسؤول عن ترشيح المسؤوليات. ايوه يا فندم، تحت امرك. انا كنت عايز ارشح دلوقتي. طب كويس، لان انا كنت قاعد في باب الترشيح مع ان النهارده اول يوم للترشيح، انما قاعد كتير من الترشيحات وانا لسه حالا بعمل التصفيه عشان اختار 5 امهات عشان ارشحهم، واخترت 4 بالفعل، وعلاش كنا نختار ال5؟ لا استنى ارجوك. سجل اسم امي الاول، جايز تكون من الامهات ال5. ايوه بس علشان اسجل اسمها لازم اتعرف على قصه كفاحها الاول. اديني بيانات. اسمها سعاد محمد السيد. ايوه كمل. يا فندم كان في حد يسال الترشيح يبقى لازم تكون امي. انت لو بتحب حد ممكن تضحي باي شيء عشانه، ممكن تضحي من وقتك، بجزء من وقتك، بجزء من فلوسك، بجزء من اي شيء عندك، لكن مش هتضحي بعمرك كله. هي دي امي، ضحت بكل شيء عشانها. ازاي يعني؟ احكي لي بالتفصيل. والد الله يرحمه كان عامل على قد حاجه. مات وما سابلناش اي حاجه، لا معاش ولا تامين ولا فلوس ولا اي حاجه. محدش من اخواننا او اهلنا يقدر يتحمل 3 اطفال وامهم غير ولاده. على اي حال يساعدونا على اي حال. وعامل كم موقف في الظروف دي؟ الموقف كان صعب قوي علينا، المسؤوليه كبيره، اضرب كلمه ولا تشتغل تصرف علينا. انا مش قادر انسى تعبنا وقفت جنبنا برنا. لا مش زي امي تعبت وتحملت كتير. لا حملات ايه؟ حملات ايه؟ ازاي؟ اي حاجه مش من اي حاجه لازم من دماغك. انا بقالي في بقول له امي كانت حملات ايه؟ ومهما عملنا مش هنقدر نوفيش حقها، وده الجزء البسيط اللي ممكن نكرره. عموما انت حظك كويس انك لحقت باب الترشيح قبل ما يتقفل. انا هنظر في الاسماء وابلغكم النتيجه النهائيه للترشيح قبل حفل التكريم بوقت كافي. وعليكم السلام ورحمه الله. الموضوع بقى كبير، الموضوع بقى صعب قوي، في اكتر من ممكن. مش عارف اختار مين ولا مين. لا عموما انا رايح دلوقتي وبكره اختار انا. ايوه انا سالت بره الباشا المسؤول عن ترشيح امهات المسؤوليات، كنت عايز ارشح والدتي. اسف احنا استخفينا